السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. الكرة مع فلفل. طبعا في بداية الفيديو بنتقدم بخالص التعازي للراحل كابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك والاعلامي المشهور في قناة نادي الزمالك. ربنا يرحمه ويدخل مثواه الجنة ويصبر اهله. طبعا كان في كلام كده هوت النهارده على موت كابتن محمد صبري، السرعة الزيادة والكلام ده. طبعا اللي احنا عرفناه او اللي احنا سمعناه ان الكابتن محمد صبري الله يرحمه توفى نتيجة سكتة قلبية مفاجأة جات له وهو بقائد السيارة يعني. فتسببت ان طبعا التوازن بتاعه اختل في السواقة، فلبس يعني في السور اللي هو الجانبي للطريق اللي هو كان ماشي عليه. وغالبا ان هو مات قبل ما بثواني قبل ما يخبط في السور اللي هو خبط فيه في الطريق وكده. فطبعا البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويصبر اهله. دي بس كده مقدمة بسيطة لكابتن محمد صبري. راجل كان يعني راجل محترم جدا جدا، راجل صاحب تاريخ في نادي الزمالك، وراجل برضو في الإعلام كان حدث ولا حرج. الله يرحمه وربنا يرحمه برحمته الواسعة إن شاء الله، ويدخل فسيحه جنته بإذن الله تعالى. باختصار كده هوت كنا هنتكلم على اتحاد الكورة النهاردة أو امبارح. نزل قرارات غرامات على نادي الأهلي وعلى نادي الزمالك. طبعا الواحد شايف ان مفيش اي سبب ولا اي داعي ان الاهلي يتعمل عليه غرامات اصلا. انتوا عارفين ان نادي الزمالك من ماتش بيراميدز وهو بيشتم في الاهلي وبيشتم في زيزو. وطبعا اتكلموا على الموقف الاخير اللي هو بتاع زيزو، كانوا عايزين يبوظوا فرحة الاهلي، بس طبعا ما حدش عارف يبوظها الحمد لله، لان الاهلي كل واحد عارف هو بيعمل كويس، وجماهير الاهلي عارفة الدنيا ماشية ازاي كويس، وعارفين اللي بيحصل ده. فما حدش الحمد لله يقدر يأثر على فرحتنا الحمد لله. طبعا عاملين غرامات على اخوان الفينا وعلى زيزو وعلى الجماهير الاهلي والزمالك. 100 ألف و50 ألف على زيزو، والناحية التانية 100 ألف و50 ألف على الفينا. فطبعا هم واثقين ان الزمالك مش هيدفع ومعهوش فلوس يدفع زي ما بيقولوا، وانا اكلمكم في حتة ان هو معهوش فلوس يدفع ديت. فطبعا قال لك هنعمل بقى غرامة عليها عشان اي حاجة تخش لنا الاتحاد يعني، فعارفين الاهلي طبعا هيدفع ومفيش مشكلة. بس يا جماعه انا عايز اوضح لكم في نهايه الفيديو كده معلومه صغيره. يا جماعه الزمالك مشتري لعيبه ب6 مليون ونص دولار، ودافع غرامات 6 مليون ونص دولار، يعني 13 مليون دولار الزمالك دافعهم. يبقى ما حدش يجي يقول لي الزمالك ما فيهوش فلوس، والزمالك نادي المليارات زي الاهلي، عشان ما حدش يجي يقول لك ده الاهلي